السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لاباس عليكم اخوتي؟ نتمنى تكونوا بخير وفي احوال جيدة يا ربي. اليوم غادي نوجد معكم ميني كيك معمرين بالكريمة، والى ما بغيتوهاش معمرة بالكريمة انا كذلك حضرت معكم 2 حبات من الميني كيك ما معمرينش. يعني هذا الخليط ديال الكيك نقدروا نحضروا به عدة اشكال. المهم تبعوا معايا المراحل باش تفهموا علاش كنهضر. بصراحه هذا الكيك راه كيجي خفيف وبنين. حاجتنا هنا في المقادير عندنا نص كاس، نعبروا بالكاس ديال العنبه، نص كاس ديال السنيده، نص كاس الزيت، نص كاس الحليب، كاس ونص من الدقيق فورس، عندنا هنا 2 بيضات، واحد قبيصه ديال الملحه، 2 اكياس ديال الخميره، وعندي الملون احمر، عندي البودر غبره والسائل. هاد البيكربونات اختياريه، ما عندكمش بلا ما تستعملوها. هنا البنات درت 2 بيضات، غنضيف عليهم السنيده، الزيت، واحد قبيصه ديال الملحه، صافي. غنطربوا هاد المكونات واحد شويه، ماشي بالشرط يكون عندكم الطراب، واخا طربوا غير بايديكم. هنا البنات ما عندنا الخليط غير شويه، نحاولوا نميلوا المول بحال هكا ونبداو نطربوا. هنا البنات خديت هذاك نص كاس ديال الحليب، درتو كاسرونه، دفيتو واحد شويه باش يسهل ليا الذوبان ديال الملون. هكا غادي يذوب ليا بسرعه مع الحقاش دافي. هنا غادي نعزز اللون، غنضيف ليه احمر سائل، صافي. من بعد غادي نضيفو هنا في الخليط. البنات غادي نضيف بيكربونات الصوديوم، غندير غير واحد شويه صافي، وانتم عندكم اختيار، ما بغيتوش ما ديروهاش ما ديروهاش. هنا غادي نضيف الدقيق وخمارات، وغنضيفهم على الخليط. هنا البنات خديت داك الخليط ودرتو في هذا الاناء باش غادي يساعدني باش نخويه في المول. وإلا ما عندكمش ما تحتاجوش ليه، هزو غير بالمعلقه عادي. انا البنات خديت هاد المولات، ممكن تستعملوا اي شكل بغيتو، دهنوهم بالزبده وطرشوهم بالدقيق صافي، وكنصبوا واحد الكميه من الخليط صافي. هنا بعد ما عمرت المول ديالنا غندخلهم الفران، يكون على درجه 180 درجه، نشعلوا عليه من الفوق ومن التحت. هنا البنات بعد ما طابوا لينا هذاك اللاطه، كانت هزات ليا 12 حبه من هذا الشكل.
ودرت جوج من هادو، يعني خرجت ليا 14 روحده. انا البنات غادي نقول لكم كيفاش زينت هاد الميني كيك من الجناب. خديت كاس صغير ديال اتاي من السنيده، ودرت معاه كاس ونص ديال الماء بارد، وضعتهم على النار، خليتهم يغليو واحد شويه، ومن بعد زدت عليهم قطرات ديال الحامض. من بعد خديت الكنافه طحنتها وضعتها في المقله مع شويه ديال الزيت، وخليتها تحمر حتى ذهب ليا اللون ديالها، وزينتهم على هذا الشكل. باش نوجدوا الكريمه باش غادي نعمروا الحلوه ديالنا، خديت انا سيطو حليب، درت 2 معالق كبار ديال كريم باتيسير، غادي نضيف عليهم 3 المعالق كبار ديال السنيده، كذلك غادي نضيف واحد كيس سكر فاني، صافي غادي نخلطهم على البارد، خلطهم مزيان حتى يذوب ليا داك كريم باتيسير واحد شويه، عاد نشعلوا عليه النار. صافي هنا من بعد ما وجد لينا الكريم باتيسير، كناخذوا مقدار معلقه كبيره من الخليط ديال الكريمه، كنوضعوه في الثقب ديال الميني كيك، نحاولوا نزربوا واحد شويه باش ما يتقاش لينا الخليط ديال الكريم باتيسير ويجي الشكل ديالو زوين في الحطه، لحقاش لا خلينا تقال شويه ما غاديش يجي الشكل ديالو زوين. هذا هو الشكل النهائي ديال الميني كيك. بغيت نشير لكم واحد الملاحظه مهمه، الا ما بغيتوش تستعملوا الملون تقدروا تستغنوا عليه وتخليوا اللون الكيك الطبيعي ديالو. انا استعملت هذا الملون من باب التغيير وصافي. ما تنسونيش من اللايكات ديالكم وتشتركوا في القناه، وكذلك تخليوا لي شي كومونتير تحفيزي، وشكرا لكم بزاف.